هقول لك على تركايه هخليك تستمتع بتذوق الاكل بشكل احسن، وهوضح لك ليه. خليك معايا. انا بغسل سناني كل يوم، ورغم كده بحس نفسي ريحته وحشه، والسبب اللسان، لان تقريبا 90% من ريحه بقنا مصدرها اللسان نفسه. لساننا هو اكتر مكان بتتجمع عليه البكتيريا اللي بتتغذى على البروتينات والاحماض الامينيه اللي في الاكل، وبعد ما تتغذى على البروتينات والاحماض الامينيه دي بتحلل لنا الاكل وبتطلع غازات كبريتيه اللي هي بتكون السبب الحقيقي ورا الريحه الوحشه. وهنا بقى يجي دور التانج سكراب، او ممكن نسميها مقشطه اللسان او مساحه اللسان، ايا كان. اداه بسيطه بس علميا اقوى من الفرشه 5 مرات في ازاله الطبقه البيضاء اللي فوق اللسان. والطبقه البيضاء دي هي بيت البكتيريا، ولما الطبقه العازله دي تتشال براعم التذوق اللي في لساننا بتتنفس، فالتذوق ساعتها بيبقى احسن. والبلاك اللي هي الطبقه الجيلاتينيه اللي بتتكون على الاسنان بعد الاكل او الشرب او غيره بتبدا تقل جدا، ونفسك يفضل منتعش لفتره اطول، وده كله بسبب انك اهتميت بنظافه لسانك. ولو ما عندكش تانج سكرابر استخدم الفرشه بشكل عرضي على اللسان رايح جاي بالراحه. وفي تركايه اخيره مهمه، حاول دايما تخلي الميه في بقك لمده 30 ثانيه بعد الاكل او الشرب. ولو عاوز تعرف ليه اكتب لي في التعليقات. انا حاتم دكتور اسنان، ولو عايز اي معلومه عن الاسنان اعمل لي فولو. سلام.